السلام عليكم. والنهاردة نصايحنا عن البطاطس المقلية وازاي نخليها كريسبي وازاي ما نخليهاش ضارة. يعني بنسمع دايما ان البطاطس المقلية بتبقى ضرر كتير على اطفالنا. النهاردة هنتعدى نقطة الخطورة بشوية معلومات. يعني هتستفيدوا جدا من الفيديو ده. اول حاجة بنقشر البطاطس وبنقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين اهي صوابع. بعد كده بعد ما قطعناها بنغسلها كويس قوي 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 وبنصفيها وبعدين ننقعها في شوية مية وشوية خل وشوية ملح. واضح كده؟ طيب ليه بنقعها؟ علشان هي هتتقلي، يعني هتنزل الزيت. في مادة في البطاطس اسمها الأكريليميد. المادة دي خطيرة جدا، فلازم نتخلص منها عن طريق نقع البطاطس قبل القلي بساعة. قبل القلي بساعة بس ما تزيدش عن ساعة، ما تزيدش عن ساعة. طيب ادي اول خطوة، اتجنبنا خطورة البطاطس المقلية عن مادة الأكريليميد. تمام كده. طيب تاني نقطة، ان انا بصفيها كويس قوي وقبل ما احطها في الزيت تكون جافة وبنحط شوية نشا عليها. طيب حد هيسأل ويقول ليه بنحط على البطاطس نشا واحنا جايين نقليها؟ ما البطاطس اصلا فيها نشا. تمام، لكن خصائص النشا اللي جوه البطاطس غير خصائص النشا الذرة. خصائص نشا الذرة ليه القدرة على تحمل الزيت، فبالتالي بيقرمش معانا غير نشا البطاطس اللي داخلها. واضح كده؟ تمام. طيب رابع حاجة هي ان انا اسخن الزيت قوي قوي قوي، يعني يبقى ساخن جدا علشان البطاطس ما تلزقش في الطاسة وكمان ما تتعبناش واحنا جايين نقلبها. تمام، والزيت يكون يا ريت غزير. طيب النقطة بقى الأخيرة ان انا بعد ما اطلعها من القلية وقلتها ما غطهاش عشان ما تطرش معايا، لان هتكون بخار. لما اجي اغطيها هتكون بخار على الغطا اللي انا غطيته بيها وهينزل عليها وهيطريها. فخلوها طلعوها في مصفى ويا ريت تعرضوها للجو علشان ما تكونش يعني ايه طريه معانا. بس هو ده النقاط المهمه في آلية البطاطس. واهم نقطه ان انتوا تنقعوها من نص ساعة لساعة، ما يزيدش عن كده خالص عشان نتخلص من مادة الأكريليميد. يا رب أكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.